بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. هنقدم ليكم أخبار نادي الزمالك النهاردة الجمعة 8/9/2023 وإليكم الأخبار. شيكابالا يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مباراة أرتا سولار في الكونفدرالية. يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك لاختبار طبي في القلعة البيضاء لتحديد موقفه من السفر إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر الجاري لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويرغب الجهاز الطبي للزمالك في الاطمئنان على جاهزية شيكابالا بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية منعه من المشاركة في ودية السكة الحديد الخميس واللي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة. في سياق متصل، جدد مسؤولو نادي الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة شيكابالا والمقدرة ب1,500,000 دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التي تسببت في وقف القيد الصيفي للفريق. ويرغب مسؤولو نادي الزمالك في تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالي المقرر دفعه للنادي البرتغالي كبير للغاية. ويأمل مسؤول القلعة البيضاء في إيجاد مرونة من التفاوض في هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة في حل أزمة القيد. أوسوريو يعود للقاهرة اليوم لقيادة ميران الزمالك. يعود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك من أسبانيا اليوم الجمعة لقيادة الفريق بعد سفره الاثنين الماضي لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين. وتابع أوسوريو على مدار اليومين الماضيين البرنامج الخططي والفني والذي يتم تنفيذه في المعسكر مع مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد من أجل الاطمئنان على المستوى الفني والبدني للاعبي الفريق الأبيض. وطمأن الجهاز الفني للزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تنفيذ البرنامج التدريبي بإتقان شديد، كما أبلغوه بالتزام جميع اللاعبين في المعسكر الداخلي المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة الجديدة استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال أوسوريو أنه سيعود إلى القاهرة قادما من أسبانيا ليلة اليوم الجمعة لاستكمال مشواره مع القلعة البيضاء، مؤكدا في خلال تصريحات خاصة أنه أنهى محاضراته مع المدربين العالميين بالأمس الخميس. بعد ذلك يتوجه إلى القاهرة لمواصلة معسكر الإعداد مع الفريق الأبيض. استمرار تلقي أوراق الترشح لانتخابات الزمالك لليوم الخامس. يستمر نادي الزمالك لليوم الخامس على التوالي في تلقي أوراق الترشح لانتخابات القلعة البيضاء، والمقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر القادم لاختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء خلال ال4 سنوات القادمة. وتبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طلبات المرشحين لمدة 8 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، وذلك على مدار 7 أيام كاملة من 4 سبتمبر حتى 10 من الشهر ذاته، قبل الإعلان عن غلق باب الترشح للانتخابات. وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير إدارة الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلين عن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.